السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. ابدأ يومكم بأذكار الصباح والمساء، وابدأ يومكم بذكر الله. هنعمل مع بعض وصفة الحمام الكذاب. أنا كنت خليت معاكم أوراق الدجاج في فيديو، شوفوا الطريقة بتاعته في الفيديوهات. كنت خليته وتبلته وحطيته في الفريزر من ضمن التفريزات، وقلت ايه بقى ايه اطلعهم اعملهم. عملته يعني انا عاملاهم من اسبوع تقريبا يعني، بس ايه معلش بقى نزلت الفيديو متأخر. طبعا اهتمي بوجبة الفطار، ولو عايزة تخسي خلي وجبة الفطار تكون فيها بروتين، لان البروتين بيخليكي تشبعي لفترة اطول. نعمل كده سندوتش بيض سريع. عايزه اقول لكم انا ممكن السندوتش ده يتاكل على مرتين، يعني انا مش بقدر اكل كميه كبيره، باكل على قد زي الاطفال كده. وطبعا ما ننساش شرب الميه. طلعت بقى الاوراق كده من بالليل، كنت عامله حسابي ان انا هعملها تاني يوم، يبقى اطلعها من بالليل من الفريزر عشان تفك. ماشي. فرمت بصلايه، كنت غاسله كوبايه من الرز. الاربع اوراق استخدمت لهم كوبايه واحده من الرز، غسلتها كويس جدا وسبتها تصفي ميتها. بعد كده فرمت بصلايه في طاسه على النار، حطيت عليها زبده وزيت او زيت بس، ورشيت عليها فلفل اسود وملح، وهجيب الرز كده اشوحه مع البصلايه. انا مش عايزاه يستوي، انا هضيف له بس ربع كوبايه من الميه، خليه يتشرب الميه بتاعته وخلاص. على كده هيبقى برضو ناشف لسه زي ما هو. هرش عليه رشه من القرفه واظبط الملح والفلفل الاسود بقى، يعني حسب الكميه اللي انتوا تحبوها. بعد بقى بصوا الرز كان خلص اهو، سيبته يهدى خالص يبرد تماما لانه كان سخن علشان اعرف احشي بيه الاوراق بتاعتي. بصوا مفلفل زي ما هو، يعني ايه، اعملي كميه الرز حسب الاوراق اللي عندك. كان عندي 4 اوراق وجناحين، كنت انا برضو خليهم معاكم. هجيب كده الورك وهبدأ ان انا احشي الرز كده في الدبوسة كده. ما تكتميش الرز، يعني هو كده كده الرز بيزيد بعد السوا، فعشان يبقى مفلفل معاكي ما تكتمهوش. بصراحة الوصفة دي حلوة جدا ومشبعة، يعني مشبعة قوي بجد. يعني الفرد اللي هياخد ورك واحد هيشبعه جدا يعني. وطبعا بنحاول كده نعمل برضو وصفات تكون يعني ايه، بنحاول على قد ما نقدر تكون موفرة وتكون مغذية وفي متناول الجميع. يعني انتي مثلا زي ما احنا ما قلنا هتشتري مثلا الفراخ بتقسميها على مدار الشهر، واللحوم برضو على مدار الشهر. التوفير مش حرمان، يعني انتي بتوفري، بس برضو لازم يكون وجبة مغذية ليك ولأطفالك. جبت بقى خلة السنان وبدأت ان انا بحاول كده ان انا امسكها في بعض علشان لما تيجي تستوي الرز ما يقعش منها. الحشوة بتاعته يعني ايه زهقتني بصراحة لان كان في جلد متقطع. لما يكون الجلدة يعني كبيرة كده وسليمة بتعرف تحشيها كده. حشينا اهو اول واحدة. انا هرصه كده في الصينية، انا هسويه على النار كده مش هسلقه. وده برضو الجناح، حتة الجناح دي كانت طعمها حلو جدا. يعني لما تشتري مثلا شوية اجنحة وتحشوهم بالشكل ده هيمشي معاكي وجبة يعني. او ممكن اوراق، يعني انت بتعملي حسب الافراد اللي عندك برضو وحسب مقدرتك برضو. فربنا يرزق الجميع يا رب. انا هسويهم على البخار كده على البوتاجاز. عاوزه تلفيه في رول ستريتش بقى او موال كده يعني وورق حراري. ما حبيتش الطريقه، يعني انا سويته كده على البخار، وفي ناس بتسويه في الفرن. فحسب ما انت عايزه تسويه بالطريقه اللي انت بتحبيها. وطبعا قبل ما نبدأ في اي حاجة نسمي الله كده وربنا يطرح البركة في حياتنا. في كل حاجة البركة دي جند من جنود الله، يعني ربنا يرزقنا البركة في اولادنا وفي صحتنا وفي رزقنا، في رزقنا في كل حاجة. يعني هي البركة بتعم على كل حاجة، فدايما ادعوا ربنا ربنا يرزقنا البركة يا رب، لاني جند خفي من جنود الله. فربنا يرزقنا الخير والبركة والسعادة والصحة يا رب. رصيتهم بقى في الصينية ورشيت عليهم كده معلقة من الصلصة وشوية من الشوربة وشوية مية. كان عندي بقى ايه حلة كده كرنب محشي جاهزة في التلاجة، طلعتها وقلت اسويها. كان حد طلب مني، فاكرين المخبوزات اللي احنا عملناها دي، كان حد طلب مني كده فنجان قهوة مع ايه 1 كده من المخبوزات بالعجوة اللي احنا كنا عاملينها.
عجبتهم جدا، يعني اتمنى ان انتوا تجربوها، ومفيدة ومغذية، فيها عجوة. شوفوا الفيديو هتعجبكم جدا. وفنجان قهوة كده باللبن، او كوباية شاي بلبن زي ما تحبوا. العجوة طبعا اللي هي التمر مفيدة جدا جدا. انت لما تعملي المخبوزات دي هتوفري على نفسك كتير جدا في البيت. وجبة يعني، او حاجة في الفطار او العشاء. هنسوي بقى المحشي. انا جبت لازم أن تكون الشوربة بتاعة المحشي سخنة. ما بتخليش الشوربة تعدي اخر سطر من المحشي. كان المحشي بتاعنا استوى، بخليه يغلي وهدي عليه النار. الحمام الكداب بتاعنا بقى اهو جميل جدا. ممكن تجيبي حلة قديمة عندك غويطة كده تستخدميها بس للقلية. حطيت فيها زيت. انا هحمره، عايزة تدخليه الفرن تخليه ياخد لون براحتك، بس هما بيحبوا الحاجة المتحمرة. وكده كان شكله. ونفرغ بقى المحشي. يعني حاجة كده فاخر من الاخر بصراحة. يعني كان طعم الحمام الكداب حلو جدا. ممكن تعملي اي حاجة جنبه، بس انا كان عندي بقى المحشي ده، فقلت ايه ما استغله كده واسويه. انا عملت معاكم مره المحشي كده، وعملت الخلطه بتاعته. جربوها يعني ايه بتكاته وحركاته، يعني حلو جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا، شايفين الرز مفلفل ازاي من جوه؟ يعني بصراحه هو شكله بيتكلم عن نفسه اهو. شايفين بقى الجمال؟ الرز مفلفل ولحمه الفراخ مستويه كويس جدا. هو اخد حوالي ساعه الا ربع على النار. ماشي. اول ما بيغلي بتروحي مهديه عليها النار تماما، والرز مفلفل معانا ولا معجن ولا اي حاجه. وكانت وصفه جميله جدا جدا. بصراحه طعمها حلو قوي قوي بجد. الاوراق دي عملتها قبل كده وكانت عجبتهم وطلبوها تاني. يا رب تجربوا الوصفات اللي انا بنزلها. واستنوني في فيديو جديد. ودمتم في رعايه الله وحفظه وامانه. وعندي افكار كتير. استنوني الفيديوهات الجايه باذن الله. واحاول اديكوا افكار كده في كل حاجه. اهم حاجة ما ننساش الورد اليومي من القرآن الكريم. اعملي لنفسك ورد يومي. ما تنسيش اذكار الصباح والمساء. ما تنسيش يعني يومك كده يعدي من غير ما تكوني عملتي اي طاعة لله سبحانه وتعالى. خدمتنا لولادنا دي برضو فهي طاعة. ربنا هيأجرنا عليها. وربنا يهدي اولادنا يا رب ويرزقنا الخير جميعا. واستنونا فيديو جديد. ودمتم في رعاية الله وحفظه وامانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.